بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. هنقول النهارده شويه نصايح للبنات اللي لسه داخله على الجواز او لسه متجوزه، او لحبايبي واخواتي. ف يعني شويه نصايح ليكي في المطبخ، صحيه، تسهل عليكي امور شغلك في المطبخ. فاول حاجه هي انه لو انت بتجهزي الخضار، اي حاجه بتعمليها، يعني مش شرط زي ما انتوا شايفين كده البصل والبطاطس، لا، اي حاجه، اي خضار انت بتنضفيه بتجهزيه، بتعملي اي حاجه بتجهزي الاكله اللي انت هتعمليها. فنجيب الاكياس اللي احنا بنستخدمها، او بتستخدمي ورق يكون قديم مش موجود عندك، بس الافضل انه يكون كيس بلاستيك، او تحطي الكيس البلاستيك في اي طبق بلاستيك وتقشري فيه وتنضفي الخضار وتعملي كل حاجه. وهناخد الكيس ده وعلى الباسكت القمامة ونرميه. دي أول معلومة أحب أقولك عليها. المعلومة التانية وهي إنه لو أنتي بتقلي أي حاجة، بطاطس محمرة، بتقلي بانيه، أي حاجة أنتي بتقليها على النار في طاسة، في قلاية، في أي حاجة، فاعملي الموضوع ده إنه بتاخدي فويل وبتفرشيه. يعني أنا هنا قطعت الجزء ده وقطعت الجزء ده، وبعد ما بطفي خلاص النار على البانيه اللي انا بعمله، باخد الفويل دي وبطبقها وبحطها في الخزنة بتاعت الفرن اللي تحت، وبستخدمها مرتين او 3 او 4 حسب ما بتبقى متسخة من الزيت. بقفلها بحيث انه الجزء اللي فيه زيت ده هيكون جوه، بطبقها وبشيلها في خزنة الفرن تحت. فده بيحافظ لي على انه مش بنضف الفرن، لان في ناس كتير مش بتحب تحمر كتير ولا تحمر بطاطس، تقليها بطاطس مقلية للولاد من خوفهم انه البوتاجاز يبقى متسخ جامد. فدي فكرة جربوها برضو، هتساعدكم كتير. مجرد ان انتي بس الجزء اللي في ظهر البوتاجاز بخلطتنا الجميلة الجنرال والخل هننضف بيها تبقى زي الفل. كمان النصيحة الثالثة انه تحرصي انه اي مشتروات انتي بتشتريها لازم قبل ما تخزنيها في المكان اللي انتي هتحطيها فيه، سواء في تلاجة او في ظرف تخزين، انه بفوطة نظيفة وخلطة الجنرال والخل بتاعتنا، بنرش على الفوطة ونلمع الحاجات دي كويس قوي من الخارج قبل ما نحطها. كده احنا بنحافظ انه حتى لو مسكتيها بايدك وانتي بتتداوليها وقت الاكل او بتجهزي الاكل بتاعك بتكون نظيفة. تاني حاجة انه الحاجات دي بتكون موجودة في اي ماركت، معرضة انه يكون ممكن لا قدر الله حشرات مشيت عليها، حشرات فيها، فانتي بتتأكدي انه ما نقلتيش اي نملة، اي حشرة مش كويسة عايزاها تدخل، مش عايزاها تدخل البيت، للظرف بتاعتك وللمطبخ بتاعك. والنصيحة اللي عايزة اقولها لك كمان انه لما تشتري اي جبن بتكون موجودة في الفوم ده الابيض، سواء جبن، سواء لحوم باردة، اي حاجة، فلازم اول ما توصلي البيت لازم تفرغيها وتفضيها في علب صحية، سواء زجاج سواء بلاستيك، وتدخليها في التلاجة. ما تسيبيش حاجتك في التلاجة موجودة في الأطباق الفوم دي لأنها خطر جدا. مجرد ما توصلي البيت لازم تفرغيها في العلب الخاصة بعلب التلاجة. كمان أي مشتروات تشتريها، مكرونات أو رز، أي حاجة من الحاجات دي، لو هي موجودة في أكياس، اما انك انت هتفرغيها في علب، وعلب تكون صحية لو هتفرغيها، او لو انت هتحفظيها بالعلب بتاعتها زي هنا مثلا، فانا بحطها في علب برضو، بجمعها مع بعض في علبة، سواء علبة صحية او علبة مش صحية مش مشكلة، طالما هي بالغلاف بتاعها. لو حاجات صغيرة ياريت تجمعيها في حاجة زي دي صغيرة، تكون سهل عليك انك تلاقي كل اللي انت عايزاه على طول. نصيحتي بالنسبة للبن هو انك لما تغليه في حلة ستانلس، وده الافضل، بتسيبيه لما درجة حرارته بتكون درجة حرارة عادية جدا، وبعدها بتدخليه التلاجة. يعني انت دخلتيه مثلا بالليل، يبقى تاني يوم بتبدأي تطلعيه بأي اللي هي الكبشة المخرومة، بتشيلي بيها الوش القشطة اللي بيكون موجود على اللبن، وبتحطيه في علبة، والعلبة دي تدخل الفريزر
مش التلاجة خاصة في الصيف، لانه الحاجات دي بتتأثر جدا بدرجة الحرارة حتى لو جوه التلاجة. علبة، ويفضل تكون علبة سيليكون تدخل الفريزر، ويتفضل اللبن في زجاجات عشان تكون سهلة الاستخدام بالنسبة لكل أفراد البيت. من الافضل انه الجبنة الموتزاريلا ما تحطيهاش برضو في التلاجة، بتحطيها في الفريزر، في علبة في الفريزر، وقبل استخدامك بنص ساعة بتطلعيها، هتلاقيها سهلة الاستخدام معاكي جدا لانها حساسة قوي، بتتغير ريحتها بسرعة. وانتي مش بتستخدميها يمكن يوميا، ولكن كل يومين او 3 بتستخدمي منها جزء، فيفضل انك تحطيها في الفريزر في علبة خاصة بيها، وممكن تحطي ليبل عليها او تيكت مكتوب عليه ايه محتوى العلبة دي، عشان ما يبقاش الدنيا متلخبطة معاكي جوه دي فريزر. خلي دايما موجودة عندك في المطبخ بتاعك بطاقات ذاتية اللصق اللي انتوا شايفينها، اللي هي الليبل، اللي هي بتباع في المكتبات باسم تيكت اسعار، منها احجام والوان مختلفة. هتستغليها في انه تفريزاتك هتكتبي عليها محتواها وتاريخ الصلاحية بتاعها اللي انتي دخلتيها الفريزر بيه، او انك انتي هتستغليها في البرطمانات الموجودة في ضرفة التوابل. يعني بالشكل ده، انك بتكتبي على كل برطمان المحتوى الموجود جواه، بحيث انه يسهل عليكي او اي فرد من الاسره موجود معاكي في المطبخ، او بتعلمي بنتك انها ازاي تشتغل معاكي، فتبقى بالنسبه لها سهل انها توصل لاي محتوى موجود في البرطمانات، حتى ولو البرطمان شفاف، بس هي اكيد مش هتكون عارفه المحتوى بتاعه. ونظرا لظروف حياتنا وايقاعها السريع وزحمه الدنيا في دماغنا، فيفضل انه يكون موجود عندك في درج في المطبخ نوتة صغيرة وقلم، بحيث انك انتي اول ما تكتشفي انه في حاجة ناقصة عندك في التلاجة، خضار ناقص عندك في التلاجة، اي حاجة في الدي فريزر او في الفريزر محتاجاها، اي حاجة محتاجاها في المطبخ عندك، بتطلعي النوتة وبتكتبي في الورقة، والورقة دي بتاخديها وانتي نازلة الماركت، عشان لما تنزلي الماركت تجيبي اللي انتي محتاجاه بس. او انه بتحطي الورقة على التلاجة بالشكل ده، وانتي ليكي الحرية انك انتي تستخدميها زي ما انتي عايزة، تكتبي فيها الحاجات اللي ناقصاكي وتبقى قدام عينك، واخدة بالك انتي محتاجة ايه او مش محتاجة ايه. هشوفكم في نصايح جديدة من مطبخ كليفر مامي. السلام عليكم ورحمة الله.